احلى حاجة جوه علبة مولد النبي بقى هي الفولية. والفولية النهاردة هنعملها بسرعة الصاروخ في اقل من 10 دقايق بس بكوباية سكر واحدة. هتقومي تعملي اطعم واحلى فولية، حاجة كده روعة. ولا اجدعها محل حلويات بيعمل حلاوة مولد النبي. تعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول. مين بقى من عشاق الفولية؟ اكتبيلي في الكومنتات لو انتي بتحبيها ولا لا، واعملي منشن لحبيبتك اللي ما بتاكلش من العلبة غير الفولية. اول حاجة هنجهز الادوات اللي احنا هنستخدمها، والادوات اللي احنا هنستخدمها هي السكينة، الفرادة، كمان هنستخدم صينية وتكون مدورة او مربعة، المتوفر عندك يعني مش هتفرق. الصينية حطيت فيها شوية مية وحطيت فيها كيس بلاستيك. الكيس اللي انا مستخدماه كيس اللي هو الاكياس بتاعة الحرارية، دهنته كويس جدا من الزيت. الادوات تدهنيها كويس جدا بالزيت. معايا هنا حوالي 3 كوبايات من الفول، والفول دوت مش محمص، تمام كده. حطيته على النار، بدأت اللي انا اشيل منه الرطوبة، مش هحمصه ولا اديله لون ولا اي حاجة. اول ما تلمسي كده الحباية بتاعة الفول تلاقيها بقت دافية كده، تمام قوي. شيليها بقى على جنب وهاتي كوباية واحدة من السكر، وانزلي عليها بربع كوباية من المية وكيس من الفانيليا، وحطي معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز. طبعا بلاقي ناس كتير تقولي طب ايه بديل العسل الكلوكوز؟ هقولك على بديله. البديل بتاعه هو معلقة كبيرة من عسل النحل. طب انا مش عندي عسل نحل ولا عندي عسل كلوكوز، اعمل ايه؟ عارفة شربات الكنافة اللي بيكون تقيل قوي قوي قوي؟ هو دوت كده، هاتي منه معلقة وخلاص على كده. تمام كده، تمام. الاختبار بقى بتاع العسل، اول ما تاخدي منه نقطة تحطيها في كوباية فيها مية تلاقيها بتتكسر معاكي، يبقى كده تمام قوي. هتنزلي بربع معلقة صغيرة من بيكربونات الصودا. هنا بقى هتحافظ على الفول، هيخليه مقرمش طعمه حلو. احنا ما حطيناهاش في السمسمية لان مش هينفع نحطها في السمسمية. تمام كده، حطيناها في الفولية. هنقلب بقى بعد ما حطينا بيكربونات الصودا هننزل بالفول ونديله تقليبه بالشكل دوت كده. بسرعه هنحطه في قلب الصينيه ونفرده علشان خاطر بيجمد بسرعه جدا. حاولي، هو هيبقى سخن بس حاولي بالراحه كده هتلاقيه اتفرد معاكي. عايزه اقولك كمان على ملحوظه صغيره قوي. اهم حاجه قبل ما تنزلي الفول، الاختبار اللي احنا عملناه في الاول، لازم العسل يتكسر معاكي. ما ينفعش يكون بيمط وتنزلي بالفول عليه، لازم الحبايه بتاعه العسل كده لما تمسكيها تلاقيها اتقطمت معاكي، ما بتمطش. بعد ما فردته كويس جدا بالشكل دوت وايدي مدهونه بالزيت وكل حاجه مدهونه بالزيت، نبدا اللي احنا نقطعها التقطيعه اللي انت عايزاها اعمليها. انا هنا حاولت ان انا اقطعها بالشكل دوت كده، مش مكعبات، يعني تحسيها اللي هي طويله شويه. يعني اللي انت عايزاه اعمليه، مش هقدر اقولك قطعيها ازاي. كده خلاص قطعتها، اسيبها بالظبط اكتر يعني اقل من 10 دقايق وهتلاقيها بالشكل دوت كده. هتفكيها بقى من بعضيها. عايزه اقولك بقى انا عملت ايه. انا كنت عامله معاكم السمسميه، عملت كمان الحمصيه بس لسه ما نزلتهاش. دي بقى الفوليه، عملنا الشكلمه، عملنا حاجات كتيره قوي من حلويات مولد النبي، عملنا القشطه، عملنا مربى جوز الهند. كل الحاجات ديت لو عايزه منها حاجه اكتبيلي في الكومنتات هبعتلك اللينك بتاعها. كده اقدر اقول لكم كل حاجة في البيت بسرعة الصاروخ. كيلو سكر واحد بس هتعملي مجموعة كبيرة جدا من حلويات مولد النبي. كل حاجة خدنا منها كوباية سكر واحدة. الطعم بتاعها مظبوط، سكر ممتاز يعني، ولا مسكرة تموع النفس ولا توجعلك سنانك ولا اي حاجة. جربيها وادعيلي. بصي كده مقرمشة وطعمها حلو، مش ناشفة اللي هي توجعلك سنانك، لا خالص. لازم تجربيها. يلا بقى منشن وشير.